والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائنا المتابعين، يا رب تكونوا بخير. دي كوباية دي يا جماعة، بس كوباية واحدة يعني، ودي معلقة نشا عليها. بنخلها طبعا، بنخل معلقة النشا على كوباية الدقيق، ومعايا ذرة ملح صغيرة وبقلبهم. وتعالوا نشوفوا هنعمل ايه. دي كوباية الا ربع مية، حطيتها على النار، وهحط عليها معلقة زبدة. بنسمي الله. وفضلا وصفاتنا بتعجبكم، يا ريت تعملوا لنا اشتراك في القناة. الزبدة والمية غليوا مع بعض، فنزلت عليهم بكوباية الدقيق ومعلقة النشا، وبقلبها طبعا على نار هادية لحد ما الدقيق بيختفي. بالراحة كده بقلبها لحد الدقيق ما يختفي. طبعا ان شاء الله هنعمل صنف حلو وسريع ومش مكلف مقارنة ببره. طبعا انا قلبت هنا الخليط كله ببرده عشان اشوف هنضيف ايه كمان. طبعا دول 3 بيضات، هضيفهم بيضة بيضة. بعد ما اتأكدت طبعا ان العجينة بتاعتنا بردت شوية. طبعا ما دام في بيض يبقى لازم يكون في فانيليا. وزي ما قلت لكم هضيف البيض واحدة واحدة يعني. طبعا لو افتكرنا احنا العجينة دي كده قريبة بالظبط من عجينة الاكلير، بس طبعا بلح الشام زي ما كل الناس عارفة بيتقلي في زيت يعني، او بيستوي في الزيت. دي البيضة التانية اهي يا جماعة، وطبعا بالفانيليا زي ما قلت لكم بيضة بيضة، وبقلبهم. كده هيبقى فاضل بيضة واحدة. برضو اضفتها اهي. بلح الشام من الحلويات اللي تعتبر مش مكلفة وسريعة في نفس الوقت. مش بنستخدم فرن ولا حاجة، ولا بتاخد وقت عشان تخمر. اهو يا بنات، انا قلبت البيض 3 بيضات في العجينة بتاعتي. طبعا معايا كيس الحلواني هنا، بفضيها بالراحة كده. والبنات بقى الشاطرين الأمورين كده يبقوا يخلوا الكيس يعني نضيف من فوق عشان يعرفوا يلموه ويمسكوه. طبعا ده الشربات يا بنات. آه انا بحب الشربات بتاع بلح الشام يكون تقيل. انا عملته 2 سكر مع كوباية مية، وطبعا رشة فانيليا، ونص ليمونة. وهو يا بنات طبعا انا بختبر الزيت سخن او لا. مش لازم يكون سخن قوي، وغالبا البلح الشام بيبقى على نار متوسطة علشان ما يتحرقش مني. بقلب كده يا بنات. ايدي دايما مع بلح الشام عشان ما يلونش مني، يبقى كله نفس اللون يعني، ما فيش حتة تحمر وحتة تبقى بيضة، يبقى كله نفس لون واحد. اهو. زي ما قلت لكم مش بغمقه قوي، وبطلعه على الشربات. ده في حالة لما ببقى عايزة بلح الشام طري شوية. لو عايزاه ناشف طبعا بخلي بلح الشام يبرد وبعدين احطه في شربات. والشربات عامة انا عاملاه يعني هو بارد، شربات بارد، بس عشان انا عايزاه طري يعني عايزة بلح الشام طري. شايفين الجمال وشايفين لونه قد ايه جميل. بطلعه من الزيت على الشربات على طول، زي فكرة المشبك كده يا بنات. لو عايزينه ناشف طبعا بتخلوا البلح الشام يبرد والشربات يبقى بارد. شايفين بقى الجمال، شايفين بقى من جوه عامل ازاي، ما شاء الله، هش وجميل وطعمه روعة. طبعا انا بحب جوزة الهند، فهرش عليه جوزة الهند. احنا ممكن بدل الشربات خالص ممكن نرش عليه سكر بودرة، او
او شوكولاتة وهكذا.